المعلم ياسين بونو اللي مشرف العرب ومفيش كرة تدخل جونه. ايه يا عم بونو الحلويات والاداء الجامد ده انت زلت العيال بتوع المان سيتي وكنت قطع عليهم كهربا ونور. والله يا منشاوي يا اخويا، كله بتوفيق ربنا ودعاء الوالدين. وبرضه برد في الملعب على الناس اللي كانت بتقول ان سبت اشبيليه والدوري الاسباني وجيت الدوري السعودي علشان الكتمنص الفلوس يعني. وبعدين انا جاي الهلال علشان اعمل تاريخ. يا باشا هو انت لسه هتعمل تاريخ؟ انت خلصت التاريخ كله خلاص. ده انت لعبت قدام اتقل فرقتين في العالم، الريال والسيتي، ولا اتهزت لك شعره. وخصوصا ضربة الجزاء اللي صدتها من الواد فالفيردي بتاع الريال في اخر دقيقة في الماتش. ده انا ناصر منسي بيشوط عليا ضربة الجزاء مش بشوفها غير وهي طالعة من جوه الجول. اصل ضربه الجزاء بتاعه الريال دي ليها قصه وحكايه معايا. انا اول ما لقيت الواد فالفيردي ماسك الكوره وهو اللي هيشوط، رحت باصص له كده في عينيه وغنيت له الاغنيه بتاعه الاستاذ عبد الباسط حموده. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، كورة فالفيردي لو دخلت جوه الجون هتبقى دي نهايتي. فالواد اتربك وراح شايطها في ايدي على طول. يا سلام يا معلم بونو، وانا اللي فحت نفسي تدريبات على ضربات الجزاء وفي الاخر مش بصد، وانت بتغني لعبد الباسط حموده وبتصد. بس سيبك انت، كرة مانشستر سيتي اللي انت صدتها كذا مره بايديك الاتنين دي طالعه ترند دلوقتي، مش عارف عملتها ازاي دي. ده انا ببقى فارد ايديا الاتنين والكرة بتتشاط عليا من نص الملعب وبتدخل جول، مش عارف ازاي بيحصل ده يا اخي. يا عم شنو، هو احنا هنضحك على بعض؟ ده انت في كل الكور بتكسل تفرد دراعاتك، مش عارف ليه، زي ما تكون هتدفع عليهم ضرايب. وبعدين يا صاحبي في الشغلانه بتاعتنا دي لازم تموت نفسك في الملعب، يعني تفرد ايديك ورجليك وودانك لو امكن. اهم حاجه ما تخليش الكوره تدخل الجون ولا تعدي خط المرمى. يا سلام، كنت فين من زمان يا بوني يا اخويا وتديني النصايح دي؟ بس ايه رايك في الشغل اللي انا عملته في كاس العالم للانديه؟ دول كانوا بيقولوا عليا السد العالي والاخطبوط وكانوا مبسوطين مني قوي. يا عم مبسوطين ايه بس؟ ده انت لعبت 3 ماتشات بلع فيهم 6 جوان. وبعدين انا مش اجنبي يعني علشان تضحك عليا بالكلمتين دول، ده انا من جنبك من المغرب. وحراسة المرمى في افريقيا اوضه وصاله، يعني كله متشاف. طب يا اخي حتى جاملني، قول الله ينور عاش، كلمتين كده جبر خواطر. المهم دلوقتي عايز رايك في حاجه كده. انا عندي مشكله ان طويل شويه، فالكرات الارضيه مش بعرف اجيبها وبتعدي مني، ملهاش حل عندك دي؟ بص يا عم منشاوي، انت اي كوره تلاقيها جايه عليك نام على الارض على طول. واول ما الكوره تقرب وتلاقيها مثلا جايه زحف ارضيه، يبقى خير وبركه، خليك نايم وصدها. ولو لقيتها بقى عليت وطلعت لفوق، اقف وصد. بسيطه يعني العمليه. يا سلام عليك يا معلم بونو، يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. بقول لك ايه، انا هحجز في السنتر عندك بتاع الدروس الخصوصيه في حراسه المرمى.